آمم، الفنان كاظم الساهر كان في موقف قالوا لي مرة أنت كنت على الطيارة، نعم. والطيارة كانت مش كتير يعني كانت مش كتير قوية وراكزة، إيش سويت وقتها بالطيارة؟ مرة كنا جايين كنت جاي من مراكش على الرباط، بس أردج بسرعة. كان يعني تسجيل وهاي. فقالوا كاظم أحسن شيء بالطيارة تعال. فأنا رحت، أنا عباية طيارة يعني تطير وتنزل نص ساعة ربع ساعة. فأول ما جيت على الطيارة لقيتها هاي ماكو اللي ترش تقتل الحشرات. مش مبيدات حشرية وما أدري اي إيه. ترش الهاي. اول ما قلت لها شنو هاي؟ قالت تعال 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 حبيبي تعال اصعد. صعدنا ماكو كاب، بس الطيار هو وحده وانا جنبه. قلت له زين شلون وين المساعد؟ قال لا ماكو انت. ما في مساعد. Oh my God! لو صار له شيء أنت كمل اي والله الرحلة العظيم. بروحك. بعدين طرنا ما يطير عالي، أي. ناصي. قلت له انت ما تطير عالي؟ قال لا مو حتى انا امشي على السكه مال القطار. اي والله اي والله اي والله. في سكه قال لا لازم انت توقف هالشكل وتباوع على سكه انه ما تضيع السكه حتى نمشي باتجاهات. قال ما في كمبيوتر والله العظيم. قال لي ما في عندي يعني جهاز، ما في لا كمبيوتر ولا كل شيء. فانا شو اسوي كل شويه؟ لا اطلع يمين شويه. بالسياره ساعتين ونص، احنا 3 ساعات ونص حتى وصلنا. المهم وصلنا المطار، نريد ننزل. قالوا له لا انت تروح تاخذ لك لفه. ما يحترموها الطياره، ما اعرف ليش. قال له روح اخذ لك لفه. اي والله في طياره نازله، روح اخذ لك لفه وتعال. فهذا راح يلف. لفينا ما ادري ايش قد. انا يعني بيني وبينك قلبي هنا صار. قلت له شو وقت راح ننزل احنا؟ قال هسه بس لفه لفينا وهذا ورجعنا ننزل. قالوا لا طياره ثانيه جايه، روح اخذ لكم لفه. اخذنا لنا لفه ثانيه. أي. ولما نزلنا يعني شو اقول لك؟ خلص كنت إي انتهيت، والله. أعصابك إي والله. راحت كلها.